والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كبيبة الجمبري بقدونس وبصل وثوم مفروم وبهارات وكوبايتين رز مطحونين، وان شاء الله نعمل الصيادية بصلتين كبار مقطعين وملح وزيت وميه. ننزل بالبقدونس في الكبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بالبصل البقدونس. طبعا اكلة الكبيبة دي جميلة جدا جدا، من الاكلات الجميلة المفضلة عندنا في بورسعيد هنا، ومغذية وجميلة جدا. الجمبري وقت حبايبي هنفرم الجمبري. الجمبري بعد ما فرمناه، الجمبري ده بتعمل كل انواع المأكولات، يتعمل صينيه، يتعمل كفته، يتعمل كبابه، يتعمل قراص بالبقدونس والبصل، يتعمل كل حاجه. ننزل بالبهارات، ثوم مفروم، ملح، كمون، توابل، وننزل بالرز المطحون كوبايتين كبار، نقلب. بعد حبايبي ما قلبنا البقدونس مع الجمبري مع البهارات مع الثوم المفروم، ان شاء الله دلوقتي هنعمل مع بعض طريقه عمل الصياديه. ننزل بالزيت، البصل، نقلب البصل لغايه ما تاخد اللون البني، لون الصياديه. طبعا الكبيبه دي لازم تتعمل في الصياديه. نقلب لغايه ما تاخد اللون البني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لغايه ما تاخد اللون البني، اللون البني غامق. ننزل بقى بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالملح. بعد حبايبي ما نزلنا الميه على البصله الصياديه ونزلنا عليها الملح، وقبل ما تغلي نهدي النار علشان الكبابه دي بتتعمل على نار هاديه. نبدا نعمل الكبابه اقراص. ميه، اي حجم تحبي تعمليه. الصياديه ديت بتشترك جنب الكبابه، تاكل بعيش. الكبابه دي جميله جدا جدا جدا، هتعجبكم. متقلبوش راس الكبابه الا لما تغلي حبايبي. اخر واحد وما تبدا تغلي نهدي عليها النار، علشان لما تغلي هتفور من على النار. وبعد ما بدأت تغلي هنهدي عليها النار. هنعمل جنب الكبابة ملوخية بالجمبري. ملوخية جمبري
بصله مقطعه، توم مفروم، كزبره، ملح، زيت، طماطم. زيت، بعدين ننزل بالبصله، نقلب لغايه بس تاخد اللون الذهبي. ننزل بالجمبري، هي البصله ما تاخدش لون. نقلب كده لغايه الجمبري كده ما ياخد لون محمر شويه كده، وننزل عليه بالتومه، نديها تقليبه، بعدين ننزل بالكزبره، الملوخيه بالجمبري دي طعمها جميل جدا ولذيذه، وهتحبوها، جربوها. بعد كده ننزل بالملح ان شاء الله. لما هتغلي هننزل فيها الملوخيه. الصلصه من على النار، نسقط فيها الملوخيه. نزلنا بالملوخيه. طبعا ملوخيه الجمبري ما بيبقاش لها طشه فوق الوش، جميله جدا ومش مكتله ولا اي حاجه، وجميله جدا اهي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. على النار تاخد بس غلوه واحده بس، عشان لو غلت اكتر من غلوه واحده هتسقط. تغلي نرفعها من على النار. دلوقتي يا حبايبي بعد الكميه ما غلت هنشيلها من على النار عشان نصفيها ونحمرها. هنطلع الكبيبه في المصفى، نحمرها تبقى جميله جدا جدا وهي محمره. والشوربه دي لما تيجي تشرب عصور عليها ليمون تبقى جميله جدا ولذيذه. نحمر الكبيبه. طبعا طاسه فيها زيت على النار، ننزل بالكبيبه، نحمر. طعمها هيبقى جميل جدا جدا، هيعجبكم جدا. الكبيبه عباره عن بقدونس، كيلو بقدونس وشبت، وكيلو جمبري، وثوم مفروم، وبصلتين، وتوابل، ملح وفلفل، وزعتر، وكمون. الحمارة تبقى اخد اللون الذهبي الجميل جدا. طعمها جميل جدا. دلوقتي يا حبايبي بعد ما خلصنا النهارده عملنا كبيبه الجمبري، وعملنا مع بعض الملوخيه بالجمبري، والشوربه بتاعت الكبيبه بتشرب اكيد طبعا، وبتاكلوا جنبها عيش. والهنا والشفا. مستنيه تعليقاتكم، وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه. وبألف هلا وشفا.